حيث قررت محكمة استئناف القاهرة إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك على ذمة قضية قتل المتظاهرين ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى. الجلسة ما زالت منعقدة ولم يصدر حتى الآن قرار بالإفراج عن الرئيس السابق حسني مبارك. المداولة ما زالت مستمرة. تظاهر العشرات من أفراد أمن جامعة عين شمس للمطالبة بزيادة رواتبهم والسماح لهم بحمل أي أدوات تمكنهم من الدفاع عن أنفسهم، في الوقت الذي قال فيه رئيس الجامعة إنهم بصدد التعاقد مع شركة أمن خاصة لتأمينها. شهدت الجامعة اليوم إقبالا ضعيفا من الطلاب، خاصة بعد أن أعلن عميد كلية آداب جامعة عين شمس الدكتور عبد الرازق بركات أعلن تعليق الدراسة بالكلية اليوم اعتراضا على ما أسماه بالانفلات الأمني في الجامعة. متابعة بينضم إلينا هاتفيا من جامعة عين شمس الزميل محمود الصياد. محمود، بعد التحية، هل لك أن ترصد لنا الأجواء لديك الآن؟ نعم، أحب أن أؤكد بداية أن عميد الكلية لم يعلن عن تعليق الدراسة، وإنما كانت هذا الخبر مجرد شائعة كما علمت هنا من إدارة كلية آداب. نعم. ماذا عن الأمن محمود؟ أسألك عن تظاهرات أفراد الأمن نقطة الأمن بالفعل أنا لم أصحب أي مظاهرات لأي من أفراد الأمن. أنا كنت أنا دخلت من بوابة كلية آداب في جامعة عين شمس. أفراد الأمن يقومون بواجبهم أو بعملهم بشكل طبيعي لا وجود لأي عمليات احتجاجية.